ما يكفيش. ولايه فيها 14 مركز خاص تاع اشعه. كيف يجوا اطباء ابناء الجزائر من حقهم يخدموا في اي ولايه، يجوا من كل، جاوا من ولايه منا ومن، وفتحوا مراكز في شلف تاع اشعه، وما نلقاوش طبيب اللي يخدم فيها عند القطاع العمومي. سيد الوزير، عندنا 4500 مصاب بمرض السرطان في ولايه شلف. هذا وين يروحوا؟ هذا وين يديروا؟ هذا مش قاعد ناس ميسورين الحال. هذا هو الشيء سيد الوزير. اليوم احنا الناس ما يهضروا على الهياكل، هاك تعطيه اليورام وبعد كي ما يتصيبش الطبيب اللي يروح يخدم في اليورام. واش معناتها؟ احنا اليوم عندنا اليورام وعندنا لي سكانير، بصح الطبيب ما كاش. هل يعقل ولايه على 200 كيلومتر على العاصمه و200 كيلومتر على وهران و150 كيلومتر على البلاد، هذو كاع مستشفيات جامعيه ويخرجوا اطباء تاع اشعه كل سنه، ما نلقاوش طبيب يروح ولايه شلف، ولايه 200 كيلومتر. هذا كيف يروح غدوه 1000 كيلومتر ويحسب؟ سيد الوزير، لازم اعاده النظر في هذه الخدمه المدنيه. اليوم كاين الدركي راه يروح يخدم في الصحراء 3 سنين، والجمركي يخدم 3 سنين، تعهد يخدم 4 سنين و5 سنين. هذا الطبيب اللي الدوله صرفت عليه من الابتدائي حتى اصبح طبيب مختص واستاذ مساعد، ما يروحش. علاه ما يروحش؟ هذو جزائريين، هذو الدوله صرفت عليه بيداويهم. حان الوقت. وانا اظن بان السيد رئيس الجمهوريه اتمنك على الصحه هذه، وراه كلفك باعداد ملف لا هذه القوانين تتغير تلتحق. اليوم الجمركي كي يجي يدخل الجمارك يديروا له تعهد، قال نخدم 3 سنين في الصحراء، وكاين راه يقعد 5 سنين باه يجي من الجنوب للشمال. والطبيب هنا في شلف ما يروحش 200 كيلومتر. هذا غدوه تقول له روح لطرنرس يروح، تقول له روح برج باجي مختار يروح، ما يروحش. اسمح لي سيدي نزيدك، الجهه الشماليه لشلف السيد الرئيس، الجهه الشماليه لشلف فيها 2 مستشفيات في تونس، لا طبيب عظام، لا طبيب ولاده، لا جراحه عامه. على ما ندير هذا المستشفى؟ ايفاكياسيون ما تنسلش في يوميا، رانا نصرفوا على المازوت دراهم، نصرفوا فيهم على المازوت، ماشي نصرفوا على الطبول. المازوت رايحين لي زومبيلونس. سيد الوزير، هذا مدينه انه ان شاء الله هذه الامور ناخذها بعين الاعتبار. شكرا سيدي. الهياكل كاينه ولله الحمد بفضل الدوله الجزائريه وفضل الهياكل. شكرا. شكرا سيدي النائب، الفكره راه وصلت. تفضل سيد الوزير. ولا لم تقصر. 3 أطباء أخصائيين في الأشعة أرسلناهم إلى شلف، وللآن مازال ما التحقوش، وهما يحاولوا أنهم يلتحقوا بولاية البريدة، وقلنا لهم ما كاش، يا تروح لشلف يا ما تروحش، ما تروح حتى منطقة في الوطن. عندك شلف كاين 3، والوالي على باله باللي وبعثنا له 3 قرارات نتاع 3، يا إما يلتحقوا يا إما ما يخدموش. هذا هو القرار نتاعنا. لأننا لما وعدتكم، أنا لما جيت قلت لكم يكونوا فيها أطباء أخصائيين، بمجرد ما تخرجت الدفعة بعثنا لكم 3. هذو 3 راهم عندهم تقريبا 2 شهرين الآن، مانيش عارف واش راهم يحاولوا. حتى من ناحية السكن السيد الوالي قال لي نعطي لهم السكن، فأعتقد أنه إذا حل المشكل معهم مرحبا، وإذا ما حلش نبعثوا ناس آخرين في مكانهم، لكن لازم يعرفوا بأنهم هما ما يكون لهمش مكان في منطقة أخرى. لأننا نعتقد إنسان اللي تدفعوا الوزارة باش يقضي خدمة للمواطن، مهما كان هذا الشبر المواطن لازم يقدم الخدمة فيها، ما كانش اختيار وقتها. أنا لا أظن أن هناك اختيار البريدة على شلف ولا البريدة، كيف هو يؤدي الخدمة المدنية يؤديها أيضا في شلف. هذا هو. وشكرا سي محمد على الانشغال. شكرا سيد الوزير.